السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، والله يسعد لي إياكم ويسعد لي صباحكم. واليوم هذا الفيديو كمان الجديد بقلب منطقة بالسلطان أحمد. شوفوا لي على الأجواء، شوفوا لي الأماكن السياحية، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي على الدنيا كيف ماشي. الله يسعدكم اخواتي، ولا تنسوا انتوا عم بتشاهدوا الفيديو تحطوا لنا اللايك واشتراك في القناة ودعمكم للفيديوهات لحتى نستمر. الله يسعدكم اخواتي، يسعد الجميع يا رب، ولا حدا ينسى نكسب الصلاة على سيدنا محمد كلياتنا مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين. مثل ما انكم شايفين اخواتي، اليوم نحن هون في السلطان احمد، في منطقة في تركيا، اكيد الكل بيعرفها، في اسطنبول، السلطان احمد. هاي الاماكن يعني اكيد الكل بيعرفها من اخواتنا العرب. الله يسعدكم. لسياحة، بتعرفوا انتو وش الاجواء هون وش الوضع. واليوم عنا مطر، الله يبعث الخير يا رب، وايامكم كلها خير ان شاء الله، وايامنا كلها خير يا رب. شايفين اخواتي هاي الاماكن وهي الترتيب. هاي مطاعم ما مطاعم، مثل ما لكم شايفين اخواتي، اماكن للحلو، اماكن للحلو، البسة، محل شناتي، احذية، اماكن للبرفانات، للعطور، للالبسة والكنزات، لتصريف الدولار واليورو، اي عملة ان كانت. هاي الاماكن الموجودة، هاي اماكن للاكل حلال، شاورما وما شاورما. وهاي للشالات، للمانطو، تصريف الدولار، اماكن للحلو وما حلو، والمشاريب، للحلاقة، للششوار، كوافير. شايفين اخواتي، الله يسعد لي اياكم. وهي السلطان احمد اخواتي، وهي المحطة. هون كتير موجود من اخواتنا العرب في تركيا، يعني للسياحة والشغل للتجارة والأحذية. وبتعرفوا انتو ايش الترتيب اللي بيجي لهالأماكن مشان شغل، شي سياحة، شي أي شي له حدا هون. حتى هون بمحل ما بتعبوا الكروت اسطنبول يلي بتقطعوا فيها في الترامفاي اخواتي. هاي الخريطة، هاي هون كمان مكتوب انه عن الجامع وكذا. جامع فيروز آغا، جامع فيروز آغا تم تنشيده عن طريق فيروز آغا أمين. شايفين اخواتي انتو، كملوا عيدوا بالقراءة. وهي الجامع، شايفين. هاي عم بحاول اقرب لكم كمان مشان تحسنوا تشوفوا وتقرأوا. مكتوب التاريخ كلياته بالعربي وبالتركي. اي شي للاستفسار كتبولنا في التعليقات، الله يسعدكم. ونحن انا موجود لساعد اخواتنا العرب الجميع. انا هيك حبيت كمان بهي القناة اسوية عن تصوير الاماكن والشوارع والاجواء، وان شاء الله تعالى كلياتنا مع بعض من كبرة.
الله يسعدكم اخواتي. هاي تجمع هون الجروبات. في واحد عم بحكي لهم عن انه المنطقة وهي اين تاريخ اتعمرت واين تاريخ صارت وكذا. اخواتي بتمنى الكل يشاهد الفيديو من الاول للاخير عشان يعني تستمتعوا يعني بالاماكن وبالاجواء. وبتمنى كل شي عم بدخل على صفحة جديد يضغط على الاشتراك ولا يستحي. الله يسعدكم اخواتي. وهاي كمان هون لسحب العملة توب اك بانج. يلي عنده كروتة اك بانج ما اك بانج نمشي على هذاك الطرف. هاي الأذان ما أروع الأذان. الله أكبر عزيز، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هاي الأماكن هون مثل ما انتم شايفين. يا محلى الأذان، ما أريح الأذان رياحة نفسية إخواتي. وهي الذرة البليلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. شايفين أخواتي الدنيا شلون ماشية؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الدايم أخواتي، سبحان الدايم. الدنيا ما يدايمة لحدا. هاي مكان للسفارة، تجديد الإقامة للسفارة كذا. بتعرفوا انتو ايش الترتيب. هون رحلات باسبور بورصة، رحلات الباسبور مثل ما قلنا. وهاي الأماكن وهيك مثل ما تكون شايفين. هاي أبو الووظة، هاي السداج، هاي المطاعم على المدار. هاي الباركات جوا
في باركات جوا وباركات برا، بس بهذا الجو ما بنبرك برا ابدا. نمشي على هداك الطرف. هاي شغلات آثارات قديمة. هاي الرحلات. بنصح كل شي حدا بده يجي على تركيا يزور اسطنبول، يزور السلطان احمد، الفاتح، اكسراي، يوسف باشا، ويروح على سوق المصري بأمنه. المتواجدين أكثر شيء في تركيا هن أخواتنا العرب، ما شاء الله. أجانب عرب من كل أنحاء العالم، ما شاء الله. وأنا أخواتي عم بفرجيكم الدنيا. أنت وبالغ في البيت بتشوف الأماكن وبتشوف تركيا وبتشوف الواقع، بتشوف كل شيء. انت بس بالغ في البيت بتشوف كل شيء. هذا الهوى ولحاله الهوى يعني، والحياة راحة نفسية للإنسان. يعني الهوى والدنيا لحالها راحة نفسية. سبحان الدايم. الله يرزقكم اخواتي ويرزق الجميع يا رب، وكل شي هيك اسد الرزق الله يرزقه، وكل شي اسد الكريم الله يكرمه يا رب. اخواتي بتمنى من الجميع الله يسعدكم، دعمكم والاشتراك في القناة. لا حدا ينسى اخواتي، صحيح انا بكرر هاي الكلمة كتير، بس بتمنى الدعم من الجميع للاستمرار. الله يسعدكم اخواتي، وهيك بجاه الحبيب محمد كل شي انسان في شي بباله الله يحقق له اياه بجاه الحبيب محمد. هاي القطار اخواتي. انا عم بحاول هيك يعني اصور لكم وافرجيكم الاماكن. يعني انت وبينك بالبيت بامكانك بس تضغط على الفيديو وتتفرج. انا هذا محتواي تصوير الشوارع وتصوير الاماكن في تركيا اخواتي. واي شي للاستفسار
بدك تعرف اي شيء كتبولنا في التعليقات، وان شاء الله تعالى منجاوب على الجميع. هاي اماكن الستاج، هاي اماكن الحلويات، الحلقوم، البهارات، الشايات، تصريف الدولار، تصريف اليورو. في قصة اخواتي، يوم من الايام واحد يعني اخونا من الصومال، الله هيك يا رب يكرم الجميع يا رب. وهي القصة قصة واحد اخونا من الصومال، واحد يعني كمان اخونا من السعودية. الزلمة يوم من الايام، هذا الزلمة جاي من الصومال يعني فقير، وزلمة عايف التنكة وما معه ياكل. والزلمة راح على هنيك ولا بدور على شغل، ولا الله رزقه يعني بشغل عند واحد سعودي. طبعا ما كل اخواتنا السعوديين هيك، كل الدنيا فيها هيك وهي 5 أصابيع ما مثل بعض. اشتغل عند هذا الزلمة راعي غنم، يرعى بهالغنم ويطالع الغنم وياخذ الغنم ويجيبن. الزلمة شغيل ما شاء الله، اخونا من الصومال زلمة شغيل. المهم ولا هالزلمة ابو عبنان بالبر، بتعرفوا انتو، عنده هيك مثل مكان فلا معمر فيه خيمة وحاطط حاله وساكن فيها بنام بقى. الزلمة معه راتب، يعني كل ما بيعطيه الراتب كان يخبي. قام قال وين بدي اخبي، مالي غير اعطيه لمعلمي السعودي. كل ما يقبض راتب يحطه معه، كل ما يقبض راتب، كل ما يعني يقبض راتبه يحطه معه. هالزلمة قال له عمي، قال له انا اريد اخبي معاك المبالغ اللي قبضها منك، يعني وقت اللي اريدهم تعطيني اياهم. قال له ابشر، قال له ابشر انا بحط لك اياهم معي بخبيهم، واما مفكرت ترجع على الصومال راح اعطيك اياهم. الزلمة المهم بلا طولة سيرة عليكم، الزلمة سنة، سنتين، 3، 4، 5، 6، الزلمة تعب يئس، صار معه مصرات، صار معه كذا، زبط اموره. بدا ينزل الزلمة يتجوز، بدا ينزل الزلمة يزبط اموره. الزلمة المهم بدا ينزل يعني يتجوز، بدا يشوف حياته، بدا يجيب له كم ولد، بدا يزبط اموره. ولا هالزلمة قام اجى بطالبه بالمبلغ يعني لهذا السعودي. قام ولا يقول له، قال له انت هلا اشتغل لازمني والله انت لشهرين 3. قال له ابشر عمي، قال له ابشر 2 3 مو مشكله، بس بعد 2 3 انا بدي المبالغ منك كلياتها. انا زلمه مضطر ويئست وبدي ارجع على بلادي، يئست يعني من البلاد وكذا، وبدي ارجع على بلدي، بدي اشوف امي وابوي، بدي اشوف اخواتي، وبدي اشوف عيالي، وبدي كذا، وبدي اتجوز، بدي اشوف لي كم ولد ومن هالكلام. قال له ابشر. وهذا الصومالي من نوع يعني اللي بيستحي كتير، يعني انه يطلب وكذا وهيك. قال يلا بركي عمي نسيان، بركي كذا. المهم صار سنة من 3 أشهر، 2 3 4 5 6 سنة. اجا ولا قال له عمي، قال له اني يعني بركي قلت نسيان، بركي كذا، انا بدي يعني المصروت مو وعدتني انت بكذا فلان يوم تعطيني هذا المبالغ مشان ارجع يعني على بلدي، مشان كذا. قال له والله ما عندي وايش ما بدك ساوي. قال له انا مصروتك ما راح اعطيك اياهن. قال له ابشر. قال له لا يا عمي انت وعدتني وانت كذا، والزلمه برطبط من لسانه
قال له ما في لك عندي ليرة ولمين ما بتدخل واشتكي. هذا الزلمة قال له انت قد هالكلام، عنده ولاد عمه بيشتغلوا من الصومال كمان، يعني هنيك كمان بالسعودية. خبر واحد منهم قال له هيك هيك، قال له عمي السعودي ما كان يفعل يعطيني المصرات. قال له خلص ابشر. عمل هيك ابن عمه ورفع التليفون، قال له السلام عليكم. قال له ايوه عليكم السلام تفضل. قال له ليش ما تعطيني المصرات لابن عمي وكذا. قال له والله ابن عمك قال له ترك الشغل وكذا، ومن دون ما يقول لي هذا بارك يعني مشان ما يعطيه مصراته عم بكذب عليه وبخيل. عمل هيك هذا الزلمه، قال اقرب محكمه لإلي هو رب العالمين. دعا لهذا الزلمه، قال له ان شاء الله بهدول الفلوس، قال له الله هيك يحرق ان شاء الله كبدك ومصارينك واجريك. المهم بلا طولة سيرة عليكم اخواتي، هذا الزلمه يوم راح سنه راح سنتين ولا رجع على بلده. رجع هالزلمه على بلده ما معه يأسان، ركب بالمترو ما معه غير ايجار المترو، يأسان تعبان عايف الدنيا يا زلمه. قال انا ضيعت من عمري 6-7 سنين هنيك على الفاضي ورجعت ما معي مصرات. قال لو كنت امان ببلدي جنب اهلي كان اشرف لي. هذا الزلمه المهم ولا وين راح يعني راح على المكان، راح على بيته الزلمه ورجع لعند اهله وكذا وبارك. الزلمه يعني بتعرفوا انتم واحد يعني 6-7 سنين ضيع من عمره وعلى الفاضي، كل شيء راح على الفاضي. المهم هالزلمه هون عم برقد اخواتي، بس هلا نقطع لهنيك بنكمل مع بعض. المهم اخواتي ولا هالزلمه دعا عليه الدعوه وقال يا رب انت يا رب خذ لي حقي، بس هالكلمه، ويا رب ان شاء الله ما يرتاح طول حياته. نعم هالزلمه يعني صار يتعب، ما ينام الليل، صار يقلق، صار كذا. المهم هالزلمه ما ينام الليل، ما هذا تعبان، جسمه تعبان نفسيا، هو هذا هون السعودي. المهم نام هالزلمه ما يحسن ينام، قام دخل عليه ابنه قال له شبيك يبا شبيك عساك الله بخير. قال له والله يا ابني ما عم بحسن بنام وفخاد اجريه عم بحرقوه، عم بلبوا نار بس بصير الليل وقت اللي ينام اجريه يشتعلوا نار، يعني شغله كاني مشغل حريقه بين اجريه وعم بلب هالزلمه، بس هو ما عم بلب يعني، بس انه عم بحترقوا حرق، عم بحرقوه اجريه حرق، فخاده عم بحرقوه حرق. المهم هالزلمه ومهم راح عند شيخ، قال له يا شيخ اني هيك قصتي. قال له يا ابني الله يقوم انت عامل مع حدا شي، يعني مالك حيطي حق حدا، مالك حيطي كذا. المهم مرة هاي القصة يعني شي 6-7 سنين. قال له الله يا شيخ يا بعرف، الله بحاول اتذكر بس ما حدا له معي ولا ليرة. المهم راح الزلمة على البيت، حط راسه على المخدة وتشطح، عفكر فكر ولا قال نعم عندي هذا الشاب الصومالي يلي بيوميته كسرت خاطره وقال لي انا ما راح اشكيك لحدا، بس اقرب شيء لإلي الله، قال راح اشكيك لله. المهم يا اخواتي ولا هالزلمه تاني يوم يقول له يا ابني جهز لي يعني السياره، بدي انزل على الصومال، بدي اسافر. الزلمه هذا يوم راح لهنيك على الصومال، راح على الصومال يا اخواتي، شافه يعني صار يسأل على هذا الزلمه، قال له انا قريتي فلان منطقه. المهم تم يسأل لو وصل له لهذا الزلمه. هو وصل لهذا الزلمه، وصل يا اخواتي على هذا الزلمه ولا الصومالي يقول له هلا ورحب وشلونك عمي وشلون صحتك، وكأني ما في شيء. الزلمه يعني قد ما الشعب الصومالي قلبه طيب، شوف انت المعامله كمان، يعني عامل معه دانا قاصه واجار 7 سنين موعظيه، وما حكى معه ولا ذكر ولا قال له انا بدي مصراتي ولا كذا. هلا ورحب عمي وهلا والله اشتغلت لك وكذا وتفضل وبروك وكذا دخلوا المهم ولا بركوا.
قال له اريد منك طلب، بدي اطلب منك طلب. قال له اطلب عمي عمر. قال له انا والله العظيم، قال له تعبان ويأسان ومال الدنيا انا كلياته ما بدي اياه، بس بدي رياحة بالي. قال له ابشر عمي ابشر. قال له بدي منك طلب. قال له بدي اياك تسامحني. قال له أوه يا عمي. قال له 10 سنين راح من عمري، كل شي تغير يعني وكل شي غلي. قال له ابشر. قال له اطلب. المهم هالزلمه ولا ما، قال له ما بدي شي منك وروح، الله يسامحك ان شاء الله دنيا واخره. قال له الله يسامحك دنيا واخره والله يريح بالك بجاه الحبيب محمد. المهم هالزلمه خياه ولا يروح يشتري له، اشترى له للزلمه يعني، اللهم صل على سيدنا محمد، اشترى له لهذا الزلمه بيت، واشترى له سياره، واعطاه الرواتب كلياته، كل الرواتب اعطاه اياها. مثلا شاب مشتغل عنده كذا 7 سنين اعطاه اجار 14 سنه. والزلمه سامحه. الله يسامحك دنيا واخره يا عمي والله يريح بالك يا رب. من وقتها لهلا وقت رجع الزلمه على السعوديه، الله اخذ امانته وتوفى، والله يرحمه يا رب ويجعل مأواه جنة بجاه الحبيب محمد، والله يرحم الجميع يا رب ويرحمنا برحمته بجاه الحبيب محمد. طبعا الرحمة بتجوز على الميت والعايش. الله يسعدكم اخواتي. لهون القصة، هاي القصة الصغيرة حبيت احكي لكم اياها، وبتمنى تكون القصة عجبتكم اخواتي. الله يسعدكم اخواتي ويسعد لي الجميع يا رب. وانا هيك لهون بكون القصة خلصت، وبكون الفيديو لهون خلص اخواتي. نحن هون بهي المنطقة اسمها امينونو عند البحر. امينونو اخواتي. هون عندكم كمان سوق المصري لقدام. وان شاء الله تعالى اي شيء لاي استفسار تواصلوا معي في التعليقات، واي حدا بده مني شيء، بده الرقم، بده اي شيء، يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله تعالى ما بنقصر مع حدا اخواتي. الله يسعدكم ويسعد لي الجميع يا رب، وبتمنى للجميع نهار منيح، والله يعطيكم خير هالايام بجاه الحبيب محمد، والله ينول كل شي انسان بباله شي الله ينوله يا رب. الله يسعدكم اخواتي. لهون بكون خلص الفيديو، وانا عم بصور لكم يعني فيديو هيك الشوارع وكذا، وطلعت هاي القصة براسي وقلت خليني احكي لكم اياها. والله يسعد لي اياكم اخواتي ويسعد لي الجميع يا رب. الله هيك يا رب يسعدكم، يخليكم ويخلي لكم اولادكم ويحميكم ويحمي الجميع يا رب، والله ما يهيئ لكم الا ولدين الحلال يا رب. وبتمنى من الجميع اخواتي اللايك والاشتراك في القناة، وشاركونا هاي الصفحة للناس خلي تشترك فيا. الله يسعدكم اخواتي والله يسعد الجميع، وهي الجميع اخواتي. ولهون بكون الفيديو انتهى.